اهلا بكم ومرحبا بكم مره اخرى على قناه مطبخ سهيله. كنتمنى لكم جمعه مباركه. بخصوص التحضيرات لشهر رمضان الكريم، اليوم جبت لكم القوالب ديال الكيش. التحضير القبلي ديالهم، كيفاش غادي نحضروهم وكيفاش نحتفظوا بهم في المجمد الحين فاش نبغيو نستعملوهم، غير نجبدوهم ونعمروهم ونقدموهم بالصحه والراحه. كنسبق لي وحضرت معكم قوالب البيتزا. التحضير القبلي ديالهم غادي نخلي لكم لو لين ديال الفيديو ديال هذا الفيديو ديال البيتزا في لا باغ دانفو، ونخلي لكم ايضا بعض التحضيرات اللي سبق لي وحضرتها معكم في واحد الفيديو ديال رمضان. غادي نخلي لكم حتى الرابط ديالهم اون باغ دانفو. فبلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال لاباط بغيزي المالحه سبق لي وحضرتها معكم في حلقه سابقه، الرابط غادي يظهر لكم على الشاشه، غادي تلقاوه في صندوق الوصف وايضا في اخر الفيديو. كنحتاجوا الدقيق، الزبده، صفار البيض والملح والفلفل الاسود. اول حاجه الزبده بطبيعه الحال ضروري خاصها تكون بارده جيدا. كيف كتشوفوا غادي نخلطوها وغادي نرملوها مع الدقيق والملح والفلفل الاسود. كنرملوا الخليط ديالنا حتى كنتحصلوا على واحد الخليط بحال هكا. بعد ذلك غادي نضيف صفار البيض، ودائما في لاباط بغيزي ما كنعجنوهاش، غير كنجمعوها بالاصابع ديالنا. غادي نبقاو مستمرين بنفس الطريقه، وفاش كنقربوا نساليو كنحول العجينه ديالي لسطح العمل هكذا باش كتساعدني على انني نجمعها. كيف كتشوفوا ما كندلكهاش وما كنعجنهاش، جوست كنجمعها بالاصابع ديالي. كناخذ العجين كنجمعو في بابي اليمونتير كيف كتشوفوا معايا، وغادي ندخلوه للثلاجه. كنخليوه كيرتاح لمده ديال نصف ساعه، ومن بعد ندوزو باش نجبدوه ونخدمو به. دائما كيف تعودتوا عليا فلاباط بغيزي او لاباط صابلي كيف كتشوفوا دائما كنسرحها ما بين جوج ديال البلاستيكات او لا بلاستيك، كنحطها هكا في الوسط وكنبدا كنسرحها. علاش؟ اولا باش ما كنزيدوش الكميه ديال الدقيق في العجين. اون فوا كنكونوا كنسرحوا العجينه ديالنا وكنرشوا الدقيق هكذا كنزيدوا واحد الكميه ديال الدقيق في العجينه. وثانيا هكا باش كتسهل علينا وما كتلصقش لينا العجينه في سطح العمل. كنسرحوا العجين حتى كنوصلوا لواحد السمك اللي كيكون ماشي رقيق بزاف وماشي غليظ. كيف كتشوفوا معايا كنبقى مستمره حتى كنسرحوا مزيان، ودائما كنحاولوا اننا كل الجوانب او السطح ديال هذا العجين يكون بسمك واحد. كناخذ القوالب ديال الكيش، ممكن انكم تستعملوا اي قوالب كانوا متوفرين عندكم. انا استعملت هادو اللي جايين بحال هكا اوفال. غادي ناخذ العجينه ديالي وغادي نحط القوالب بحال هكا نقادهم، ونحط العجينه ديالي من فوق هاد القوالب. غير زعموا عليها، حطوها بزربه باش ما كتغلبكمش. كيف كتشوفوا معايا غادي نحط العجينه بحال هكا، ومن بعد ذلك غادي نبدا كنلبس هاد العجينه لهاد القوالب. كنحطوا العجين في الوسط وكنحاولوا كنقادوه، ومن بعد كنقطعو غير بواسطه الجوانب ديال هذاك المول ديالنا. كيف كتشوفوا غادي نبدا كنقاد وكنلبس العجين مزيان وكنلصقوا العجينه جيدا مع القالب، وكنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه ديال العجين ديالي كلها والكميه ديال القوالب. بالنسبه لهاد العجينه هذه فخرجت لي 13 الحبه اولا 13 القالب ديال لي كيش. ممكن انكم تضاعفوا الكميه ديال العجين باش كتخرجوا واحد الكميه كبيره وكتحتفظوا بها في المجمد. من بعد ما كنلبسوا القوالب ديال الكيش بالعجينه فكناخذوا فورشيت وكنبداو كنوضعوا ثقوب بهذا الشكل هذا هكذا باش ما كتنفخش لينا العجينه في وسط من الفران. اولا ممكن انكم تحطوا فيها البابي سولفيغيزي وتقلوه باي نوع من القطاني اولا شي حجر كيكون عندكم في لا كويزين كيكون خاص بهاد، كتكونوا مخصصينه غير لهاد الاشياء هادو. غادي ندخلهم الفران اللي كيكون ساخن على درجه حراره 200 درجه. كنخليهم حتى كيشدوا راسهم مزيان، ما نخليهمش حتى يتحمروا، غير كيشدوا راسهم وكنخرجوهم
من بعد ما نخرجوهم ندخلوهم للثلاجه حتى كيبردوا جيدا وكيبردوا تماما. عاد باش ندوزو نحطوهم في واحد لابواط بحال هكا، بواط ديال البلاستيك، وكنغطيوهم نحتفظوا بهم في المجمد. الوقت اللي نبغيو نعمروهم كنجبدوهم كنردوهم في القوالب ديال اللي كيش ديالهم كيف كتشوفوا القوالب اللي طيبناهم فيهم، وكنعمروهم باي حشوه كنتو كتفضلوا. ان شاء الله حلقات قادمه غادي نقدم لكم مجموعه من الكيش. بالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي بلي لابواط غادي تشد لهم ليسباس في الكونجيلاتور، فممكن انكم تاخذوهم وتحتفظوا بهم في بلاستيك غذائي، ولكن تخليهم بعادين شويه على الحوايج باش ما تحطوش عليهم شي حاجه ويتهرسوا لكم. هكا في لابواط كيبقاو محتفظين ما كيتهرسوا ما حتى شي حاجه. كيف قلت لكم الا كانت عندكم الكونجيلاتور صغيره تقدروا تحتفظوا بهم في البلاستيك الغذائي اللي كيكون خاص بالكونجيلاتور. كانت هذه هي فكره اليوم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوها باش توصلوا بكل جديد فيها. كانت معكم سهيله من قناه مطبخ سهيله، ونهاركم مبروك.